السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الكفتة العسل القمر دي؟ هنعملها النهاردة بقى كفتة الحاتي بقى. بصوا، طريقة سهلة جدا جدا وجميلة ومش مكلفة. الله الله، تحفة والله، كانت تحفة. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. ونعمل معاكم بقى شوية عيش حلوين كده طريين، نص كيلو دقيق بس هيعمل لنا حبة العيش الحلوين دول. وهنا بقى بصوا بقى مايونيز، تقولوا سلطة طحينة، تقولوا معرفش، قولوا عليها زي ما تقولوا بقى، طعمها فظيع وخطير. يلا بقى نخش على الفيديو نشوف هنعمل الحاجات الحلوة دي ازاي، نشوف التكات والحركات. بس اهم حاجة بقى تحطوا اللايك، اهم حاجة تحطوا اللايك وتشاهدوا الفيديو للآخر، وخليكم معانا دايما وادعمونا. يلا بسرعة نخش على الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في أسعد حال. النهاردة بقى هنعمل معاكم كفتة الحاتي بقى بطريقة حلوة قوي قوي قوي. بجد هتعتمديها وهتعمليها على طول، مش هتعملي بره بقى تاني خالص. وداعا انك تعملي بره. حاجة بقى نظيفة كده، وحاجة حلوة، وحاجة مش مكلفة، وحاجة زي العسل، وحاجة ناجحة، نتيجة ناجحة كده، ولا هتفك منك ولا هتنشف منك ولا أي حاجة. معانا هنا بقى بصلتين ونص كيلو كده من اللحمة المفرومة. ومعانا هنا نص معلقة من التوم، وشوية كده من الفلفل. طبعا احنا صفينا عصرنا بشرنا في الكبة البصلاية جامد، وعصرناها عشان عايزين المية بتاعتها. صفناها جامد من المية. وهنا بقى حتتين من الدهنة كده كانوا عندنا في التلاجة، هنحطهم على اللحم علشان الكفتة لما بتبقى عليها دهنة او عليها حتة من اللية ولا اي حاجة بتبقى حلوة، بتديكي طراوة حلوة كده وبتدي طعم حلو. هنا هنحط نص الكمية كده ونفرمها بقى في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. البهارات حطينا فلفل اسود، كزبرة، كمون، شوية من الشطة الحمراء. بس ادي البهارات بتاعتنا. هنضرب بقى، بدل ما تعجني بقى بايديكي وتفضلي تعجني كده، لا، في الكبة كده وفرميها زي ما انت شايفة كده. ومعلقتين من الكزبرة، عايزة تحطهم حطهم، مش عايزة ده اختياري، بس الكزبرة بتخلي ريحتها حلوة وبتخلي طعمها جميل. بجد بجد كانت فظيعة والله. ماشي يا حبايبي، وافرم بقى بقية الكمية زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. خليكم معايا دايما وادعمونا. واللي وصل لحد دلوقتي لازم يحط اللايك، فضلا وليس امرا يعني، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. واللي عنده شير يا جماعة يشير لنا الفيديوهات بتاعتنا، عشان ال الفيديوهات يعني ايه، المشاهدات تعلى شوية كده ونكبر كده يا حبايبي. كل مرة اقول لكم بالله عليكم تشيروا لي الفيديوهات. اللي عنده شير او اللي عنده منتدى يرفع لي فيديو على المنتدى عنده، ينوبكم صواب كده واجر عظيم عند الله. آه بصوا حبايب قلبي، هنا فرمنا كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده. وهن ايه هن هنحط بقى شوية كده من الملح، معلقة من الملح ومعلقة واحدة بس من النشا. مش عايزة تحط نشا ما تحطيش، بس انا حطيت يعني معلقة. بصوا، مش يعني معلقة ممسوحة كده، مش كتير يعني. انا والله بعملها من غير نشا، بس انا قلت احط يعني معلقة نشا النهاردة كده، ونص معلقة من البيكنج باودر، علشان تديها شاشة حلوة كده وتخليها يعني مفرغة معاكي وحلوة كده، مش مكتومة. ماشي يا حبايبي، وهتعجنيها عجنة بسيطة كده، لان انت فرماها في الكبة منعماها ومخليها الانسجة كلها داخلة في بعضها. يعني مش محتاجة انك تفضلي تعجني فيها ولا حاجة. لو انت هتعجنيها على ايديكي هتفضلي تعجني شوية حلوين عشان تديكي نتيجة حلوة. لكن هي معمولة في الكبة. بصوا بصوا، بسم الله ما شاء الله، يعني الانسجة كلها داخلة في بعضها وحلوة قوي. والدهنة مخلياها، بصوا، كانت مطشطشة كده في الفرن. والله كانت مطشطشة يا جماعة في الفرن. هنا بقى هناخد الحبة المية البصل كده على طماطمية انا بشرها. ماشي يا حبايبي، نص معلقة كده من الصلصة، ومعلقة واحدة من الزيت، ورشة بس واحدة كده من الفلفل الأسود أهو. بس هنقلبهم كده ببعض. خليهم بقى جاي لهم بقى الخطوة الجاية، انتوا عارفين انا هعمل بهم ايه. ماشي يا حبايبي، خليكم معايا. هنا هنغسل ايدينا بقى ونجيب بولقة هنعمل فيها رغيفين عيش. رغيفين عيش يعني انا هعمل نص كيلو دقيق بس.
ماشي يا حبايبي، يعني انا عندي عيش وكل حاجه وعندي رز وكل حاجه، بس انا هعمل يعني ايه، حاجه طريه كده ايه جنب الكفته. معلش سامحوني صوتي، والله انا مرهقه كده وتعبانه شويه. يعني مرهقه كده، حاسه بارهاق كده، فاما ببقى تعبانه بيبقى صوتي باين عليه، فسامحوني. يعني هنا رشه كده من الملح. ماشي يا حبايبي، ومعلقتين بقى من العسل الاسود، بيخلي العيش جميل وتحفه، ما تخافيش، مش بيسكره ولا اي حاجه، بيخلي العيش معاكي. وهنا خميره بس حط عليها معلقه سكر، وحط عليها معلقتين ميه دافيين كده، وسبتها مع بعضها شويه كده. هنا نزلنا بقى بحبه الميه كده زي ما انتم شايفين، نعجن العجينه بتاعتها. بيخلي العجينه حلوه العسل، وبيديها حمار حلو كده، وبيبقى طعم العيش جميل. انا لقيته بس طري معايا شويه، فانا مش عايزاه طري جامد. فالمهم جبت حبه من الدقيق كده، وقلت اجمده شويه. ماشي يا حبايب قلبي، هتشوف يعني الطراوه بتاعته قد ايه. هو لازم يتشبط في ايدك كده، بس هو انت بعد كده ما بيتشبطش ولا حاجه. بس طول ما انت بتعجنيه كده، عشان العسل طبعا بيتشبط في ايديكي كده، فما تخافيش يعني، ما تقلقيش. التليفون كان هيقع. فالمهم يا حبايب قلبي، بصوا بقى البوله بتاعتنا نضفت اهيت زي الفل اهيت. بصوا، بس هو شابط في ايديا، بس احط حبه من الزيت كده واغطي عليه بقى لما يخمر شويه. ماشي يا حبايب قلبي. ايوه، عص ايدي زيت بس كده واعمل كده. هغطي عليه بقى لغايه ما يخمر حب معايا. خليكم معايا، اوعوا تغيروا المحطه بقى ولا تروحوا في اي حته. الفيديو بتاعنا النهارده جميل، يستاهل اللايكات ويستاهل المشاهدات ويستاهل كل حاجه، والله يستاهل كل حاجه. ايوه. هنا بقى هنصبع الكفته عبال ما العيش يخمر. هنا جبت بقى الشبكة ديت، بس انا بعد ما صبعت عليها جيت احطها في الفرن. طبعا الفرن ما قفلش عشان ايد الشبكة، انا نسيت خالص وما خدتش بالي ان هي باب الفرن هيبقى مفتوح، باب فرن البوتاجاز هيبقى مفتوح. طيبتها والله وهو مفتوح برضه، بس مش مشكلة، ما حصلش حاجة يعني. بس طبعا انا سديته بالصينية كده، لان نسيت خالص ان الايد ديت مش هتخلي الفرن يتقفل. معلش يا جماعة، برضو الناس بتدوسها عليها وكده. ان شاء الله هجيب لي شبكة من اللي هي بيبقى لها رجول كده، بتقف في قلب الصينية يعني. هنا حطينا كوباية مية كده علشان الصينية بتاعتنا ما تتحرقش، وعلشان الدهون بقى تنزل اللي هتنزل من الكفتة تنزل في قلب الصينية دي، ما توسخلكيش البوتاجاز ولا حاجة. ماشي يا حبايبي. معايا لغايه دلوقتي. لو كنت معايا لغايه دلوقتي بقى حطوا اللايك، ما تنسناش في اللايك، ودعوه حلوه كده من قلبكم ان ربنا يكرمنا كده ويرفع قدرنا ان شاء الله، وربنا يرزقنا يا رب. حبايب قلبي بحبكم في الله. هنا بقى هنصبع كل الكفته ديت، ونرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه تاني، الخطوات تانية مع بعضنا. بصوا بقى، تحفه تحفه. الخلطه بقى اللي انا ببل ايدي منها ديت بتخلي الكفته بقى معاكي طريه، وبتخليها فيها لمعه كده وجميله، حلوة أوي. الكفتة بتاعتنا متماسكة وحلوة زي الفل اهي يا جماعة. كده خلصنا بقى الكفتة اهيت زي ما انتوا شايفين. هحطها بقى في الفرن وارجع لكم تاني. هدى بقى مع الزبانة قاعدة لي على الرخامة وقاعدة تعاكس فيا، شوفوا اهي بتعاكس فيا، والله زهقتني. بس يلا حبيبة قلبي، بحبها والله، بس هي يعني بتعطلني شوية. انا حطيت الكفتة في الفرن، وقلت باجي اعجن اجي اقرص رغيفين العيش بقى بتوعي دول. هدى بقى غلبتني بقى، كل شويه تشد النشابه مني، وكل شويه تقول لي يا تيتا معرفش انا عايزه اكلم صحابي، انا عايزه اكلم حبايبي. يا هدى اسكتي، يا هدى اسكتي، خلينا اخلص الاكل. مفيش فايده يا هدى، اسكتي بقى. بصوا ايديها، شوفوا ايديها، مفيش فايده. عشان بقى على اسمي يعني بتدلع شويه، عشان هدى على اسمي بتدلع شويه. ابن حبيب قلبي مسماها على اسمي يا اختي، بيحبني ومسمي بنته على اسمي. الله الله على حبة العيش دول، كانوا تحفة تحفة بجد والله، كانوا تحفة، وطعمهم فظيع فظيع كده. معلقتين عسل بس وحبة خميرة ومية دافية، وعجناهم
وزي الفل. جبت بقى القماشة دي عشان ابطط كده واحط على القماشة واغطي. معايا، خليكم معايا، انا بظبط بس ايه التليفون علشان ايه اظبط نفسي كده. بصوا بقى طريين، ولا استنيت لما ارتاحهم ولا اي حاجة، طريين وملمسهم ناعم وحلوين قوي. وكانوا في الاكل ايه فظاع، كانوا حلوين قوي في الاكل. قلت يا ريتني كترت شوية، يا ريتني عملت الكيلو كله. بس احنا عندنا عيش يعني. فقلت اعمل دول طريين كده بس ايه مع الفيديو كده الحلو ده، عشان تبقى ايه يبقى كامل متكامل كده الفيديو. لو كانت فيديوهاتنا بتعجبكم بقى حطوا لنا لايك، وقولوا لنا بقى يعني انتوا بتتابعونا من انه بلد. ماشي يا حبايب قلبي. اي يعني قولوا لي كومنت حلو كده يفتح النفس كده، يفتح نفسي كده. انا مش عايزه الا كومنتات حلوه كده ومشاهدات حلوه منكم ولايكات حلوه كده، من الناس الحلوين اللي بيتابعوني، حبايبي صحابي اخواتي. الله، الله عليكم، الله عليكم لما تحطوا اللايك، بحبكم أوي لما تحطوا اللايك. بصوا بقى هدى، بصوا كل شويه تشد النشابه تقول لها بطط معاك يا تيتا، اعمل معاك يا تيتا، مفيش فايده فيها خالص. بصوا ايديها، شوفوا ايديها، شوفوا. اه، كل شويه يا هدى اسكتي، يا هدى هات النشابه الله يهديك، تقول لي اعمل واحده، اعمل معاك، اعمل واحده، اعمل معاك. شفتوا؟ هنا بقى يا حبايب قلبي العجينه وخلصناه وغطينا عليه. هنا بقى هنعمل حبه ايه، يعني تقولوا سلطه طحينه، مايونيز، زي ما تقولوا عايزين تسموها تسموها بقى. بس والله العظيم كانت تحفة. هنا بس حبيت احط حبة مية دافيين كده على على الطحينة. ماشي، مرضتش اكتر يعني، انا عايزة اعمل طبق بس كده. وهركنها بقى على جنب. وشوفوا بقى الخطوة التانية بقى. الخطوة التانية بقى سر المطاعم بقى وحلاوة المطاعم اللي بتقول المايونيز بتاعها حلو او سلطة الطحينة بتاعتها بتبقى حلوة. شوفوا السر بقى، شوفوا السر. هنا معلقتين كده من النشا، هننزل عليهم بقى بمية باردة، بمية سخنة زي ما انتوا شايفين كده. والله المية كانت سخنة ولا كلكع ولا اي حاجة. اهو حطيت عليها مية سخنة كده، وبعدين قمت حطاه في حلة على النار. وقمت مزودة كمان معلقة بصراحة يعني، زودت معلقة نشا كمان. اهو. وجيت هنا بقى بصوا، اهو تخفيه بقى، تحطي بقى عليه الطحينة وتقلبي كده اهو. هيديكي بقى احلى احلى سلطة طحينة او احلى مايونيز زي ما تقولوا. تحط معلقة من الخل كده حلوة، وتقلبي برضو نص معلقة حلوة كده من التوم يا حبايب قلبي. التوم بيخليها طعمها حلو قوي. هنا بقى هنا واحدة زبادي، لو عايزة تحطي اتنين حطي، بس هي كانت واحدة بس، هي حطيتها وعملت بيها طبق محترم. وهنا التوم بقى اللي مفرزينه من الفريزر ده، هفرزه معاكم قبل كده، مفرزينه كده وشايلينه في الفريزر. حطينا نص معلقة صغيرة كده اهو. ضربنا المكونات كده، تحسيت انها تقيلة شوية، حطيت لها شوية كده من المية، معلقتين كمان من المية كده، وشوية فلفل اسود، ونطرة كده من الملح اهي. بس وخلاص. وكلي بقى احلى مايونيز، كلي احلى سلطة طحينة. بصراحة والله كانت خطيرة، طعمها جميل قوي. حسيت انها تقيلة، حطيت لها معلقتين مية كمان كده زي ما انتوا شايفين. ايوه كده قوامها حلو. بسم الله ما شاء الله. الله، حلوة قوي، طعمها جميل. انا دقتها بقول طعمها جميل والله. ماشي يا حبايب قلبي، خليكم معايا دايما وادعمونا. الله، طبق حلو كبير يعني. هنحط بقى معلقة صغيرة خالص يعني من الزيت، حاجة بسيطة كده. وهنرش بقى حبة شطة كده نزين بها الوش زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. بس وخلاص. الله، الله. وكله بقى بالهنا والشفا. هنا بقى جينا على النار عشان نخبز العيش بتاعنا حبايب قلبي. الحبة العيش بقول لكوش كانوا حكاية، كانوا حكاية ورواية. بجد والله كانوا تحفة تحفة. كان طعمهم جميل قوي قوي قوي. بصوا العيش، بسم الله ما شاء الله. الله. وطلع يا معلم بقى، طلع وكل يا معلم بالكفتة. الله، حط غيره يلا بسرعة خلص. ولا تشتري عيش من بره ولا اي حاجة، ما بياخدش وقت ولا بياخد اي حاجة. اه، بيبقى حلو قوي. في بالذات في الكفتة والحاجات دي. شايفين الكفتة؟
طلعتها من الفرن قلبتها على الناحية التانية واديتها برضو ايه، خليتها تاخد وش كمان تطيب يعني. انا مولعة الشواية يا جماعة وحطها تحت خالص ماشي، وبعدين طلعتها على الرف الاوسط زي ما انتوا شايفين كده. استوت معانا وكانت حلوة قوي وكانت جميلة. شايفين العيش يا جماعة؟ شايفين العيش؟ الله، حبة عيش زي الفوق زي بتاع الفرن بالظبط، اللي هو العيش الابيض ده، حلو او احلى منه كمان. انا قلت اخلص معاكم العيش كله قدامكم واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين، عشان اوريكم بس الحلاوة، اوريكم الجمال، اوريكم الطعام. يا ريت يعني فيديوهاتنا والله تستاهل لايكات كتير او تستاهل مليون مشاهد، مش 50 مشاهدة. مش من امبارح الفيديو نازل يا جماعة 50 مشاهدة. وادي اكلنا النهاردة كان تحفة بصراحة، كان خطير. بسم الله ما شاء الله. شايفين الكفتة عاملة ازاي يا جماعة؟ تحفة 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 بجد والله خطير. بصوا بقى، بصوا الطبق ده، الطبق ده يستاهل لايك لوحده، وحبة بطاطس جنبها كده والمايونيز بقى والعيش الطري الجميل. لو عجبكم الفيديو النهاردة بالله عليكم ما تنسونا في اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا سيدي يا